السلام عليكم. هنعمل النهاردة مع بعض ألذ قرص طرية. تنفع في الفطار وتنفع في العشاء جنب كوباية شاي أو جنب كوباية شاي بلبن. جميلة جدا ومقاديرها سهلة خالص. يلا بينا نشوف المقادير معانا. في الأول كده أنا هعمل مقدار 2 كيلو. تمام، لو انت حابة ان انت تنقصي المقدار عن كده تخليه مثلا كيلو أو نص كيلو براحتك. فأنا هقول مقدار ل2 كيلو. مقدار ل2 كيلو معايا ايه؟ 3 كوبايات من اللبن. وهوريكم المج اللي انا عايرت بيه كل المقادير. يبقى 3 كوبايات من اللبن عليهم 4 معالق من السكر. 3 كوبايات من اللبن عليهم 4 معالق من السكر. وقلبي كويس علشان السكر يدوب في اللبن. هاتي خميرة، عفوا احنا برضو معانا خميرة. بس هاتي الاول كده الفانيليا، انزلي بالفانيليا على اللبن وبرضو قلبي. ومعانا هنا سمسم ومعانا سمنة ومعانا العجوة. انا مسيحاها في معلقة سمنة وعجنتها كويس. وممكن تعملي بالبلح اللي هو البلح الاسمر برضو تسيحيه كده في معلقة سمنة بلدي او معلقة سمنة عادية وتسيحيه برضو وتحشي بيه عادي. ومعايا هنا معلقتين سمسم، من معلقتين لتلاتة كده سمسم. انا لسه محمصاهم حالا على البوتاجاز طازة. هنزل برضو بيهم على اللبن والسكر برضو هقلب. ومعايا هنا لسه ومعايا الخميرة برضو. وحطي 10 معالق زيت. حطي 10 معالق زيت. لو الكمية هتعملي كيلو يبقى 5 معالق زيت بس. 2 كيلو يبقى 10 معالق زيت. وطبعا لو انت حابة ان انت تعملي كيلو اقسمي نص المقدار اللي انا حطيته ده، اقسميه بالنص. خلاص. هجيب بقى الخميرة بتاعتي برضو، انزل بالخميرة كده وهقلب برضو. ما خدتش ربع ساعة وسهلة جدا. ومعايا هنا بقى كوبايتين سمنة. ال2 كيلو بياخدوا كوبايتين سمنة، الكيلو بياخد كوباية سمنة. تمام. يبقى انا نزلت بالمواد السائلة كلها عندي كده وقلبت كويس. هاتي بقى هنا انا معايا كيسين دقيق. كيسين دقيق اللي هو الدقيق اللي هو متعدد الاستخدام، يعني صالح لجميع الاغراض. طبعا احنا هنحط زي ما زي المكونات السائلة دي ما تاخد الدقيق. بس ان شاء الله هنا هي اخدت معايا الكيسين كلهم، يعني 2 كيلو بالظبط. لان المقدار ده مظبوط 100%. يعني هحط 2 كيلو دقيق. الاول كده نزلت بالكيس، اول كيس وهقلب. والكيس التاني هنزل بيه بالتدريج تبع العجينة ما تبقى في ايديكي بقى ملمسها طري، او مثلا العجينة مشققة حطيت لها دقيق زيادة وشققت وعايزة لبن، او العجينة مثلا طرية مرقة قوي لسه عايزة دقيق. زي ما هتشوفي كده معانا في الفيديو زي ما انا بعمل كده، زي ما الكميات السائلة اللي انت حطيتيها تقبل. فالاول كده انا حطيت كيلو من الدقيق. طبعا العجينه يعتبر سهله خالص لسه قدامكم اهي. هفتح برضو الكيس التاني وهحط منه شويه بشويه لحد ما الم العجينه اللي معايا. طبعا في رشه ملح اساسي يا جماعه انا حطيتها بس نسيت اقول. رشه ملح اساسي على المكونات اللي معانا دي. انا هنا بنزل بالدقيق اللي هو الكيس التاني بالتدريج. ما تنزليش مره واحده لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني. في نوع دقيق تلاقيه بيشد معاكي كده، كل ما تحطي دقيق هيشد معاكي، عايز كمان، عايز لبن كمان. وفي نوع دقيق تاني بيبقى زي اللي معايا ده كده يا دوبك. ال2 كيلو بالظبط على المقدار اللي انا عملته. انا هنا حاسه العجينه لسه طريه معايا كده خالص. هحط لها برضو دقيق لحد ما احسها ان هي يا دوبك كده، ان انا اقدر اتحكم فيها واقدر اشكلها. مش عايزاها مرقه قوي ولا عايزاها ناشفه قوي. ولو حسيت ان انت حطيتي دقيق زياده والعجينه طلعت زياده منك، حطي بس ربع كوبايه لبن كده. خلاص. شايفه العجينه كده اقدر اشكلها. خلاص كده اغطيها بقى بكيس بلاستيك وترتاح بس على مجهز الصواني واجهز الدنيا كده. ترتاح بس مجرد بس ما اجهز الصينيه وخلاص. ده المج انا قلت لكم اوريهولكم، ده المج اللي انا استخدمته. ده المج اللي انا عيرت بيه السمنه وعيرت بيه اللبن.
خلاص بقى كده هنحشي بقى القرص اللي معانا دي. طبعا ماما ربنا يخليها هي بتحشي لي القرص. آه، بتجيبي كده قطعة كده براحتك بقى، عايزة تكبريها عايزة تصغريها براحتك بقى، والعجوة كده وفي النص، وتبتدي تقفلي زي ما هي بتعمل بالظبط كده. ما شاء الله يا جماعة عليها قفلة ترصة، ما شاء الله ما اقولكوش. ربنا يخليها يا رب ويطول في عمرها. وخلاص هتفضلي كده تعملي كده لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا. الطريقة سهلة خالص بسيطة، اقل من ربع ساعة تكوني مخلصاها مع مدة التسوية بس. طبعا ماما بتقرص لي كده العجينة وبتحشيها وبتلفيها، وانا باخدها ابططها واحطها في الصينية عليها. انا اخدتها منها اهي. هبطط بقى كده زي ما انت شايفة كده، بس الكاميرا مش جايبة ايدي ليه بقى. احاول اوريكم اظهر لكم شوية. اضغطي بس عليها كده ضغطة ايه، ولا تخليها رفيعة قوي ولا تخليها ايه تخينة قوي. ظبطي انت بقى كده وبراحتك. انا هنا انا حاسه ان انا مصغراها شويه، بس انا حباها كده. لو انت عايزه تكبري القرصه براحتك كبريها، بس دي اقسم بالله اقسم بالله احسن من بتاعه الفران. كل اللي دقها عجبته جدا وشكرها، احسن من بتاعه الفران 100 مره، وحاجه نظيفه وحاجه انت عاملاها على ايديكي وعارفه انت عامله ايه. اضغطي بس كده زي ما انا بضغط. طبعا الصواني اللي معاكي ما تدينيش اي حاجه، احنا معانا في العجينه معانا سمنتنا ومعانا حاجتنا، ما تدينيش اي حاجه. رصي على طول، اضغطي كده بططي القرصه واضغطي عليها كده، وحاولي ان الحروف هتبقى مسويه، ورصي في الصاج او في الصينيه اللي معاكي على طول من غير ما تديني حاجه. طبعا وبعد ما نرص ونخلص هنسيبها ترتاح شويه. هجيب بقى سكينه كده بقى واعمل لكم ايه بقى، اعمل لكم شكل القرص اللي بتبقى في الافران، عشان بقى نبقى شاريين بقى زي ما اكننا شارينها من الفرن. هعمل لكم كده شكل خطين كده بالطول في القرصه، زي اللي بتيجي من بره بالظبط. مش هرميلكم من حاجه خالص اهو، خطين كده. وطعمها وريحتها فظيعة، احسن من اللي بتيجي من بره 100 مرة. طبعا بعد الكلام ده هنسيبها تريح وتخمر. مش تخمر يعني ان احنا نقعدها ساعتين، يعني حوالي بس 10 دقايق كده، ربع ساعة بالكتير قوي، وندخلها الفرن. خلاص طبعا انا مليت الصواني اللي معايا لحد ما خلصت المقدار اللي هو 2 كيلو، وبالسكينة كده وعملت خطين في القرصة كده. وندخل الفرن بقى يا حبايبي، وبعد ما تطلع من الفرن اوريها لكم تاني. الله على ريحتها، الله الله على ريحتها وعلى جمالها بجد. استاهل لايك حلو منكم وتشجيع حلو منكم. يلا اللي ما اشتركتش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلها كل جديد مني.